السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. قطعة من تمثال الشوكولاتة، ولو متابعة معايا الفيديو هتعرفي تمثال بابا نويل ده عملنا بيه أحلى مهلبية دانت بطعم الشوكولاتة. طبعا شوكولاتة غرقانة شوكولاتة، مبشور عليها قطع شوكولاتة، حاجة كده تستحق التجربة. عايزه اوريكي مهلبيه قد ايه ناعمه وكريمي وغرقانه، شايفه؟ غرقانه شوكولاته وضايفين عليها تيست ظاهر طعم الشوكولاته. عايزه اقولك ان الشوكولاته دي بطعم دانت خطيره. شايفه كريمي خالص ازاي؟ شايفه ناعمه خالص ازاي؟ طريقه بسيطه جدا ومقادير بسيطه جدا وصلت لي الكريمه للنعومه اللي هي فيها دي. كلها غرقانه شوكولاته، طريقتها بسيطه، مقاديرها بسيطه. الطريقه وايه المقادير؟ ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناه، تلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. مهلبيه الشوكولاته للناس اللي بتحب مهلبيه الشوكولاته، لكن بتيست دانت وبطعم دانت وشوكولاته غنيه. اولا ده بابا نويل، هنضيف منه على المهلبيه، هينقلها في مكان تاني خالص. ده بابا نويل بيتعمل في راس السنه، بيتعمل من الشوكولاته الخام. عايزه اوريهولك عن قرب. خطير، حلو جدا، وهنكسره مع بعض حالا وهنعمل منه اجمل مهلبيه. لكن احنا محتاجين دلوقتي نشوف المقادير. ده كيلو من الحليب، عليه معلقتين من النشا، معلقتين من السكر، وطبعا السكر على حسب الرغبه. اضيف عليه معلقه من الدقيق. الدقيق بيديله قوام ناعم احسن من النشا. ده كاكاو اسباني مش محلى، هضيف منه نص معلقه عشان نحلي مهلبيه الشوكولاته ونظهر طعم الشوكولاته وتكون طعمها مميز جدا. هضيف ربع معلقه من النسكافيه. اقلب المكونات كلها على البارد. مش هضيف الفانيليا ومش هضيف الشوكولاته عشان انا عايزه احتفظ بطعم الشوكولاته، مش عايزه الفانيليا تتوه معايا في غليان المهلبيه. هنرفعها على النار وبعدين هنكمل الوصفه مع بعض. نار هاديه، ما تسيبيش الخليط ابدا من ايدك علشان ما يكتلش والنشا تقفش كده وتجمد مره واحده. افضلي قلبي لحد ما يبدا يغلي. اول ما تبدا تغلي هتبدا تتماسك، فهنبدا نضيف عليها الفانيليا. في المرحله دي الفانيليا بتفضل موجوده في ريحه المهلبيه، وهنقلب الفانيليا لحد لما تدوب. اول ما تبدا تغلي هنرفعها من على النار. اول ما تبدا تغلي بالشكل ده ننزل عليها بعلبه من الدانت. تخيلوا الطعم هيكون عامل ازاي، القوام هيكون عامل ازاي. ده لسه كمان هنضيف على القوام اضافه تانية خطيره. بابا نويل هناخد منه قطعه من الشوكولاته، هنحاول نقطع منه قطعه من الشوكولاته. كلها شوكولاته، هندوب فيها وهي سخنه قطعه شوكولاته بالشكل ده. دي هنبشرها معاها واستمتعي بحلاوه مهلبيه الشوكولاته لما تعمليها غرقانه شوكولاته. طبعا هو المده اللي هتستغرقها ان تدوب قطعه الشوكولاته اللي احنا ضفناها، وكده بقت المهلبيه جاهزه بطعم الدانت. اول ما تدوب قطع الشوكولاته وهي سخنه هنبدا نقدمها بالطريقه المتاحه لحضرتك. كوبايات، اطباق، طواجن، بايركس، اي شيء متاح عند حضرتك قدمي فيه مهلبيه الدانت دي. انا هقدمها هنا عشان اعرف اميز بين الفرق ده والفرق ده. يا جماعه يا جماعه ريحتها والله شوكولاته. نص معلقه النسكافيه اضافت ريحه للشوكولاته مش طبيعيه، وعايزه اقولك ان ظهرت ريحه الشوكولاته بشكل مش طبيعي.
هي الوصفة مخلصتش على كده، لسه هنغرقها شوكولاتة بس بطريقة مختلفة. عملنا المهلبية لكن بطعم الدانت. المهلبية هسيبها تبرد تماما وبعدين هنزينها بشكل مختلف. وبكده اقولك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومة بسيطة، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.